هو في أكل بسيط سهل موجود في كل بيت بس ليه فوائد خارقة؟ والله وده مش هزار. التمر، أيوة التمر اللي كلنا بنحبه بس يمكن مش مدينه حقه. طيب تعالوا كده نتكلم جد. لو كل يوم خدت لك 2 أو 3 تمرات بس مش أكتر، عارف إيه اللي ممكن يحصل في جسمك؟ ركز معايا وخليني أقولك بسرعة قبل ما الفيديو يخلص. حسب بحث انتشر في المكتبة الوطنية للطب في الهند، التمر فيه حاجات جامدة جدا واللي منها مضادات أكسدة ومضاد للالتهابات وبيحارب البكتيريا، وفي حاجات اسمها فلافونيدات والجليوكسيدات. أيوة أسامي غريبة بس فوائدها رهيبة. يعني ببساطة التمر مش بيغذيك، ده بيعالج وبيحمي وبيقوي. طيب لما تاكل تمرتين 3 يوميا جسمك هيحصل فيه ايه؟ اول حاجة طاقة طول اليوم من غير ما سكر الدم يتهز او يحصل لك هبوط مفاجئ. 2 قلبك هيشكرك، البوتاسيوم اللي فيه بيقلل ضغط الدم وبيقلل من خطر الجلطات وامراض القلب. 3 التمثيل الغذائي بيتظبط، يعني الحرق عندك يبقى تمام والسكري في الامان. 4 مخك هيبقى سوبر ستار، التركيز والذاكرة وكل حاجة لها علاقة بالمخ تتحسن. ولسه التمر بيقلل الالتهاب في المخ وبيحمي من امراض زي الزهايمر وباركنسون. طيب تاكله ازاي؟ ممكن تاكله على هديك الصبح او تحطه في عصير. باختصار تمرتين في اليوم صحة احسن، تركيز اعلى وطاقة طول النهار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل المعلومات المفيدة اللي بنجهزها ليك كل يوم. سلام.